لو عايزين تعرفوا احسن طريقه نعمل بيها الجلاش في رمضان وفي كل المناسبات، تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي، ومع الشيف احمد الصعيدي بالف هنا وادعيلي. وعلى بال ما الطاسه كده تسخن هنقطع البصلايه. هنحط بس معلقه زيت صغيره كده، حاجه بسيطه قوي. وبعد ما الطاسه سخنت كده فنبتدي نحط البصله بتاعتنا. مجرد اللحمه تتعصج بالبصلايه بس ونتبلها كده. البصله دبلت شويه، خليها في الحواف كده شويه ونحط اللحمه بتاعتنا. وبعد ما اللحمه لونها اتغير كده هنبتدي نتبل. معلقه صغيره ملح، فلفل اسود ده الاساس بتاعنا، ده بهار لحوم مشكل، رشه صغيره خالص جوز الطيب، والريحه بتاعتها طالعه زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الريحه طالعه مهفهفه بعد ما حطينا التوابل كمان. الريحه طلعت جامده جدا. نركنها على جنب ونبتدي نجهز الحاجه اللي بعد كده. يستحسن قوي نحط كده معلقتين سمنه بلدي، برضو معلقتين زبده، بنسيحهم عشان يسهلوا معانا الاستخدام. وبعدين نركن دي برضو على جنب عشان نستخدمها، دي دهون التوريق او دهون اللي هندهن بيها الجلاش. والمرحله الجايه بقى هنعمل سائل او المحلول اللي هنشرب بيه او نسقي بيه الرقاق. بيضه او بيض طين، نقطرة ملح كده صغيرة عشان الزفارة، ده فلفل أبيض، نص معلقة أو يعني معلقة صغيرة بيكنج باودر، ودي اختياري معلقة زبادي. ونخلط ده كويس قوي. برضو النص كيلو جلاش هياخد كوباية لبن، كوباية وربع بالكتير. ادي كوباية وادي كده يعني ربع كوباية. ونضرب الخليط ده كويس قوي. نركن ده على جنب برضو. دلوقتي احنا في المرحله دي هنبتدي نستف الصينيه بتاعتنا او الصاج بتاعنا واتيفر هنسميه ايه. الاول دهنه كده للقعر بتاع الصاج، حتى الجناب بتاعته كمان ان شاء الله كده ايه ناخدها معانا. ده الجلاش بتاعنا. انا افضل ادهن كل ورقتين، ما ينفع يعني مش مستحب ادهن كل ورقه. دي الورقه الاولانيه ويا سلام على قد الصاج بتاعنا بالظبط. حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. دهنت الماده الدهنيه بتاعتنا. وبرضو ندهن كويس. نجيب ورقتين كمان. طبعا لو عندنا حاجه مقطوعه نحطها في النص، مفيش اي مشاكل، مش هتعمل معانا اي مشاكل. هنا بقى احنا هنحط الحشوه بتاعتنا، يبقى مش لازم الدهان. واحنا بنوزع بنحاول نكون بعيد عن الجدار بتاع الصينيه او الصاج اللي احنا بنشتغل فيه. نوزع معلقتين كده من المحلول اللي احنا عملناه ده. دول ورقتين مع بعض اهمت زي الفل. وندهن برضو عادي زي ما احنا شغالين. وادي ورقتين كمان مع بعض كده زي الفل. واخر ورقتين بقى الكفر بتاعنا زي الفل. وبعد ما حطينا الورقه الاخرانيه وما دهناهاش بالزبده، هنبتدي دلوقتي نقطع الصينيه من النص كده. اخر حلاوه بسم الله ما شاء الله. في حاجه كده صغيره وندخل الحروف بتاعتنا لتحت كده زي الفل. هنحطها في الفرن بس مجرد 5 دقايق كده، تشد شويه ويعني تبتدي تدخل في اللون، وبعدين نسقيها. الفرن طبعا يبقى درجه حرارته اعلى حاجه، ولو 200 درجه يبقى كويس. وبعد ما عدى 5 دقايق كده ويا دوبك شفت بس الورق وسخنت شويه كويسين، هنبتدي نسقي الجلاش بتاعنا. تمام قوي كده. ونرجع بيها الفرن 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، هتكون زي الفل. ايه الحلاوه دي والجمال ده، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. يا سيدي يا سيدي على الحلاوه والجمال. وبكده عملنا لكم احلى جلاش ان شاء الله، ينفع في السفره طول رمضان وينفع في كل المناسبات.
وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، وان شاء الله كمان تعملوا لنا فضلا وليس امرا فولو على الانستجرام والفيسبوك. كل سنه وانتم طيبين، سلام.